الكشري المصري من الأكلات المصرية الأصيلة، طعمه حلو جدا. كلنا أكيد بنحبه. هنجيب العدس، بجيبها هنغسله كويس وهننقعه ساعة وهنرفعه على النار. بعد كده هنجيب بصلتين كبار متقطعين جولين أو متقطعين مربعات، هننزل عليهم برشة صغيرة من الملح، وكمان معلقتين دي هنبدرهم بيهم وهنفركهم وهننزل عليهم بزيت سخن. هنقلب كويس جدا ايدينا فيه لحد لما اللون بتاعه يكون مصفر، نبدأ نصفيه بمصفى على مناديل المطبخ. بعد كده هننزل في نفس الحلة بمعلقة صغيرة من الزيت، وهننزل عليها بكوباية شعرية. هنقلبها كويس لحد لما لونها يبدأ يصفر. ننزل عليها بالرز يكون مغسول ومتصفي جدا من المية، هنقلبه كويس جدا. هننزل عليه بالتوابل ملح وفلفل وكمون، وبعدين نقلب كويس جدا علشان الرز يبقى مفلفل ما يبقاش معجن. هننزل عليه بالمية المظبوطة بتاعته وهنسيبه يستوي. بعد كده هننزل بالصلصة. هننزل بمعلقة كبيرة من الزيت ومعلقة كبيرة من الثوم، هنقلبها كويس لحد لما اللون يبدأ يصفر من الثوم. ننزل عليه بمعلقة كبيرة من الشطة، والشطة دي اختياري، الشطة انا حطاها لون بس، هي باردة مش حامية. لو حابينها اوكي، مش حابينها مفيش مشكلة خالص. هننزل عليها كمان بمعلقة من الصلصة، هنقلب كويس جدا. وبعدين هننزل عليها بمعلقة كبيرة من الخل وعصير الطماطم، وبعد كده هننزل عليه بالتوابل ملح وفلفل وكمون، وكمان معلقه صغيره من الكزبره الناشفه ونص معلقه من السكر. هنسيبها تستوي. بعد كده هننزل عشان نعمل الدقه صح، هننزل بمعلقه كبيره من الزيت ومعلقه كبيره من الثوم، هنقلب كويس جدا. هننزل عليهم بنص معلقه من الشطه، والشطه طبعا اختيار اذا كانت حاميه او بارده. وبعدين هننزل عليها بمعلقه من الخل ومعلقه من تسبيكه الصلصه. هنقلب كويس، وبعد كده هننزل عليهم بملح وكمون وكزبرة ومعلقة كبيرة من الخل، وهيطلع بالجمال ده. بجد أحلى وألذ من المحلات بأنضف وأقل تكلفة. وأشوفكم على خير في وصفة تانية. مع السلامة.